السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الفيديو التعريفي لجوائد جديدة والأخيرة السنة دي لساي اسك ريسيرش تشالنج أو تحدي البحث العلمي. شهر واحد هتاخد فيه 3 كورسات، واللي هيكسب التحدي هيشتغل على مشروع بحثي. معاكم عبد الله الوكيل، معيد في قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة طنطا وفاوندر اوف ساي اسك. هنتكلم في الفيديو ده عن الكونتنت والتايم لاين للناس اللي هتسجل معانا في الجوائد دي اللي هي اللاست كول. طيب تعالوا نبدأ بالكونتنت. التحدي بيشمل 3 كورسات من النوع الانتنسيف. هتاخد الزتونة الخاصة بكل حاجة بأسرع وقت، وهم الساينتفك ريسيرش والنانو تكنولوجي والميني ريفيو. كل كورس من التلاتة دول عبارة عن 4 ل6 ساعات الكورس كامل، فهو زي ما قلت من النوع الانتنسيف. المحاضرات مسجلة، يعني كل محاضرة هتتبعت لك مسجلة تقدر تشوفها خلال 24 ساعة، مش هتبقى ملزم بوقت بحيث لو انت عندك حاجات تانية تقدر تشوفها. لكل كورس هيكون فيه شهادة. أهم حاجة في الكورسات دي هي إنها مترابطة، يعني فكرة التحدي ده إن هو عمل 3 كورسات يقدر يخرجك أو يطلعك بإيه، بأوت بوت كده أو مخرج كويس إن أنت تحقق يعني تطور معين في رحلتك في البحث العلمي، حتى لو أنت بتبدأ من الصفر خالص. فالأول هتاخد الكورس Scientific Research اللي هو أساسيات البحث العلمي، اللي هي حتى لو عندك فهتاخد ريفيجن حلوة ومحترمة، ولو مش عندك أساسيات البحث العلمي فاوريدي ده الكورس ده هيبقى كافي جدا. تاني كورس وهو خاص بالنانو تكنولوجي، اللي هي الحتة العلمية، ان انا مثلا عايز اشتغل بحث علمي، فبالتالي عايز ان انا اتخصص في حاجة في النانو تكنولوجي. طبعا علم متقدم جدا وتطبيقاته في كل حاجة، فتاخد البيزكس بتاعته حتى لو انت مش متخصص. حتى لو تخصص ادبي هتشوف ان النانو تكنولوجي موجودة في كل الابليكيشنز. برضو ده الكورس التاني. فبالتالي الكورس الاول اللي هي السكيل، المهارة اللي هي بتاع البحث العلمي. الكورس التاني وهو خاص بفكرة الحتة العلمية، ان انت يبقى معاك باك جراوند علمية تقدر تشتغل بيها بحث علمي. فدول اول كورسين يعتبر بيزكس. بعدها الكورس التالت اللي هو ميني ريفيو، اللي هو لما هتاخد الكورس الاول هتعرف ان الريفيو ارتكل نوع من انواع البحث العلمي او المشروعات البحثيه احنا هنتخصص فيه هنا. في التشالنج ده طبعا لفكره بقى عوامل مختلفه هتعرفها برضو معانا خلال الكورسز دي. منها ان ده حاجه تقدر ان انت تعملها بس باللابتوب، وان انت تقدر تشتغل على مشروع بحثي وتنشره نشر دولي وانت بس باستخدام اللابتوب بتاعك، وان انت بتقرا بتطلع وبس بدون اي بقى لو انت مش معاك معمل او هكذا يعني. طيب فده الكورس التالت اللي هو خاص بالميني ريفيو. فبالتالي الميني ريفيو ده هيبقى تطبيق على حاجتين: على كورس البحث العلمي ان انت تبدا تشتغل على مشروع بحثي فعلا، والحاجه التانية وهو خاص بالادفانسد نانو تكنولوجي. ادفانسد نانو تكنولوجي ازاي؟ ان انت والله بعد ما خدت البيزكس ان انت بقى تبدا تشتغل على مشروع بحثي في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاتها في التخصص بتاعك. طيب بعد ال3 كورسز ده هيبقى خلال ال3 كورسز دول هيبقوا في شهر. اللي هيكسب التحدي هو الشخص اللي هيقدر ياخد ال3 كورسز. زي ما قلنا هما انتنسيف فمدتهم مش كبيرة. فاللي هياخد ال3 كورسز دول ويجتازهم هيكسب التحدي. طب اللي هيكسب التحدي ده هيعمل ايه؟ هيشتغل بقى على مشروع. الحاجة الرابعة اللي احنا بنقدمها في التحدي ده على مشروع بحثي اللي هو literature review project. ده للناس بس ايه اللي هي هتلتزم وهتقدر تاخد ال3 كورسز بشكل متكامل، كل كورس زي ما قلنا بالشهادة بتاعته. طيب تعالوا نشوف يعني كل حاجة كده. ممكن يعني كل كورس المحتوى بتاعه هيبقى عبارة عن ايه. زي ما قلنا هو الكورس ممكن يبقى كل كورس منهم من 4 ل6 ساعات. فكل كورس بيبقى مثلا 8 محاضرات، كل محاضرة نص ساعة. أول في الكورس الأول الخاص بالساينتفك ريسيرش انتنسيف كورس. أول حاجة الموتيفيشن، الدافع. يعني الدافع ده دايما معايا في أي كورس بهتم بيه جدا. فكرة إن أنت لو أنا اتعلمت المهارة دي وإن أنا اشتغلت بحث علمي ده ممكن يخليني أشتغل إيه بعدين، ده ممكن يفتح لي فرص إيه. فده اللي المفروض يكون الدافع ورا إن أنا آخد الكورس ده. بعدين هنتعرف على التايبس، ايه المشاريع المختلفة للبحث العلمي. بعدين الترمينولوجيز، ايه المصطلحات اللي انت دايما ممكن تسمعها في رحلتك في البحث العلمي كده، فمهم جدا ان احنا نتعرف عليها. رابع حاجة الميثودولوجي، المنهجية. ازاي ان انا جاست كده لسه طالب في سنة اولى او تانية كلية او اتخرجت او حتى طالب في ثانوية عامة، في ناس معانا كده، ازاي ابدأ في الطريق بتاع البحث العلمي، انا اقدر ابتكر اقدر اطلع حاجة. ده يحصل من خلال فهمك لحاجة اسمها ريسيرش ميثودولوجي او منهجية البحث العلمي. بعد كده 4 محاضرات اللي بعدهم هتبقى خاصة بمواقع وحاجات تقدر تساعدك في ان انت تبدأ في الكارير بتاع البحث العلمي زي جوجل سكولر وسكوبس وكول بوت وريسيرش جي بي تي. 4 مواقع مهمين جدا يقدر يديك المهارة بتاع البحث العلمي بأسرع وقت.
طيب الكورس التاني، وهو انا بقول ان هو امتع حاجه انا ممكن اكون قدمتها في حياتي، النانو تكنولوجي. حتى لو انت مش متخصص صدقني هتخش في عالم جميل جدا، تطبيقاته في كل نواحي الحياة، سواء في الطب وفي علاج السرطانات واصل لنتائج متقدمة جدا، وبالفعل بتتم كابلايد دلوقتي كتطبيق، او في مجالات الطاقة او في المجالات الادبية. كل التخصصات تقدر تشتغل نانو تكنولوجي. وهدي المثال اللي انا دايما بقوله هنا، اول يعني شغل اشتغلته كان في شركة خاصة بالنانو تكنولوجي وانا في سنة تانية كلية. كنا شغالين تيم، فكل حد بدأ يعرف نفسه كده. في حد عرف نفسه قال لنا انا كلية او بدرس دكتوراه في كلية التجارة، يعني هي تخصصها تجارة وبتدرس طالب الدكتوراه. فاللي هو انت ايه اللي جابك معانا هنا؟ طب النانو تكنولوجي ايه علاقته بحاجة زي كده؟ فكان شغلها عبارة عن تأثير النانو تكنولوجي او المواد اللي في حجم النانو على الاقتصاد المصري. يعني في كل نواحي اي تخصص، حتى لو تخصص سيكولوجي هتلاقي النانو تكنولوجي موجودة في كل التطبيقات. هندرس من الصفر بقى ايه النانو ساينس وايه النانو ماتيريالز، ازاي النانو ماتيريالز دي بتتحضر اصلا، ايه الكونسبتس الرئيسية اللي هتساعدك في ان انت تبقى فاهم النانو تكنولوجي. مفاتيح هي دي اللي هتساعدك. حتى في ناس ممكن تبقى متخصصة وبتدرس أصلا كلية نانو تكنولوجي، المفاتيح دي لو معاك انت ممكن تبقى زيك زيهم. رابع حاجة characterization of nano materials، ازاي اعرف ان المادة في حجم النانو. رابع حاجة ايه هي التطبيقات بقى، ودي هتبقى وظيفتك ان انت تشوف ازاي النانو تكنولوجي موجودة في التطبيق بتاعك. سادس حاجة وهي النانو تكنولوجي از تمبلت. لو انا عايز اشتغل بحث علمي بالنانو تكنولوجي، زي ان في زي تمبلت كده المتغير بيه حاجات بسيطة. يعني جاست انا لو هدخل المجال ده هلاقي ان فيه زي ايه حاجات اساسيه كده كل الباحثين في العالم كله اللي بيشتغلوا في النانو بيعملوها. فبالتالي هتسهل عليك جدا المحاضره اللي بعدها اللي هي نانو ريسيرش. واخيرا التارجتس، انت ممكن لو بالنانو تكنولوجي ده لو انت تخصصت في العلم ده ممكن تشتغل بعد كده ايه. طيب اخر حاجه هي الميني ريفيو، يعتبر حاجه متقدمه شويه، ازاي ان انا ابدا بقى تارجت وامشي في الستبس الخاصه بان انا اشتغل مشروع بحثي. زي ما قلنا ان في انواع في البحث العلمي، انواع مشاريع بحثيه، منها ان انا اشتغل على literature review او review article. بيبقى باختصار عباره عن ايه، ان انا بشوف ابحاث اتكلمت في نقطه او في موضوع معين، بجمع الابحاث دي واسردها في مقالة، واقول والله بيزد على الابحاث اللي اتعملت والناس اللي اشتغلت في المعامل وهكذا، فوالله العلاج ده هو طلع ادى، او بناء على الابحاث المنشوره ده افضل علاج مثلا للسرطان دلوقتي. فده بيبقى اسمه ريفيو ارتكل، انا بعمل ريفيو عن الابحاث اوريدي منشوره. الريفيو ارتكل اسمه ليتريتشر ريفيو. فالليتريتشر ريفيو ده حاجه كبيره. ممكن نعمل حاجه اسمها ميني ريفيو. ميني ريفيو ده بيبقى ايه، عدد كلماته مثلا المقاله نفسها من 4000 ل 6000 كلمه. فبالتالي ده فكره الميني ريفيو يعني. طيب هنتعلم ايه حاجه اسمها ريسيرش جاب، ازاي اجيب فكره اقدر ان انا اعمل بيها ريفيو، اعمل داتا اناليسز اشوف الابحاث اللي موجوده وازاي احللها. التيم ازاي اشتغل مع تيم، ازاي اعمل داتا كوليكشن، ازاي اجمع الابحاث اللي انا هشتغل عليها. وبعد كده بقى فكره الرايتنج، introduction to writing ورايتنج تولز، رايتنج ذا فيرست درافت وبابليكيشن. اخر محاضرتين هيبقى شغلهم اكتر في المشروع البحثي اللي هو في الشهر التاني باذن الله. فاذا ده كده ال 3 كورسز. اخيرا الناس اللي هتكسب التحدي مين؟ اللي هياخد ال 3 كورسز. ولما هتشوفوا المحاضرات، المحاضرات هتنزل لكم بطريقه مترابطه، يعني هتبداوا بالساينتفك ريسيرش وبعدين النانو تكنولوجي وبعدين الميني ريفيو، بحيث يبقى انت ايه كانك بتعدي ليفلز كده بطريقه مترابطه. طيب الناس اللي هتجتاز التلاتة كورسز دول في الشهر الاول هيشتغلوا على literature review project. طيب literature review project ده هيكون معايا بشكل اساسي. طيب الفكرة بتاعته ايه، او اللعبة او الميزة بقى، ان الناس بس اللي هتكسب التحدي هي اللي هتشتغل على literature review project، لان ده هيضمن حاجتين رئيسيتين. الحاجة الاولى ان اللي هيشتغل معاك، احنا هنشتغل كتيم واحد، فاللي هيشتغل معاك انت هتبقى ضامن ان هو يبقى شخص ملتزم، لانه اوريدي التزم في الثلاث كورسز قبل كده. الحاجة التانية ان هيبقى فيه زي بيزك باك جراوند مع كل الناس اللي موجودة، فبالتالي مش هنحتاج بقى نقف كتير، لا احنا كلنا هنمشي بنفس السرعة. فبالتالي هنشتغل على الليتريتشر ريفيو بروجكت، هكون موجود معاكم كمنتور، كل واحد هيعمل ايه، وهيبقى فيه بلان مدتها شهر بشكل اساسي مكثفة، ان احنا نقدر نشتغل على ليتريتشر ريفيو كتيم واحد. ده كده من حيث الكونتنت. طب السؤال بقى الاهم دلوقتي، التايم لاين، الكلام ده كله هيحصل ازاي وازاي هننفذ كل ده؟ عشان ده يحصل لازم يبقى فيه اداره للوقت بصوره كبيره جدا. نفترض ان التحدي ده ما كانش موجود اصلا، وان دي كورسات
مش مترابطة، فانت عايز تاخد كل كورس بنفسك علشان تقدر تطلع بمخرج معين او ان انت توصل لمرحلة متقدمة في البحث العلمي. لو انت لوحدك انت محتاج ادارة للوقت، فاحنا يعتبر في التشالنج ده عملنا الادارة دي. طيب سايس ريسيرش تشالنج لاست راوند 2025 البداية بتاعتها تبقى 1/9، والنهاية بتاعت الثري كورسز هتبقى 30/9. يبقى ده الشهر الأول هتاخد فيه التلاتة كورسز دول، وبعدين الشهر التاني اللي هو بداية من 1/10 لغاية 1/11 إن أنت تشتغل على الليتريتشر ريفيو بروجكت. طيب الديدلاين للتقديم للراوند ده هيبقى 31/8، ودي آخر راوند هتبقى موجودة السنة دي بإذن الله. لو انت بتسمعني بقى والفيديو ده نزل قبل كده او التشالنج خلص اصلا، فانت تقدر ان انت تويت بقى الكول اللي هتفتح للسنة الجاية بإذن الله. طيب ايه التايم لاين بالظبط؟ احنا قلنا لازم يبقى في اداره قويه جدا للوقت بحيث ان احنا نقدر نطلع كل الحاجات دي. اول حاجه بالنسبه للمحاضرات الليكتشرز، وفي منتورشيبس وفي اكزامز. احنا عندنا مش بس محاضرات، انت تاخد المحاضرات وفي منتورشيبس معاك ان انت تقدر تسال وانا اجاوبك. طيب المحاضرات دي المواعيد بتاعه المحاضرات هتلاقوا البدايه بنانو تكنولوجي كورس 2/9. هتلاقوا النانو تكنولوجي والساينتفك ريسيرش ده يوم محاضرة، واليوم التاني ساينتفك ريسيرش لغاية ما نوصل ل13/9. ساينتفك ريسيرش كورس هيكون خلص، هتقدر ان انت تمتحن الامتحان بتاعه. بعدها 16/9 في المحاضرة التامنة للنانو تكنولوجي هيكون 16/9 الكورس خلص، تقدر بعدها تمتحن كورس او امتحان النانو تكنولوجي. بعد ما يخلص امتحان النانو تكنولوجي تبدأ الكورس التالت وهو الميني ريفيو، يخلص 26/9. طيب فدي المواعيد زي ما هي مكتوبة كده، ده اللي هتتنفذ بإذن الله. المحاضرات تبقى تنزل لكم مسجلة، تقدر تشوفها خلال ال 24 ساعة. طيب المنتور شيب هيبقى فيه 7 منتور شيب بالمواعيد دي كل يوم، كل يوم خميس واثنين بالمواعيد دي خلال الشهر. تقدر من خلال المنتور شيب دي بطريقة ذكية جدا ان انت تقدر تبعت المسج بتاعتك، وفي اليوم ده فاقدر ان احنا او يعني هكون موجود معاك خلال او من خلال الجروبس وهكذا، ان احنا نقدر نجاوب على كل الأسئلة مع بعض. وفي حاجات بتبقى لايف سيشن على حسب بقى ايه أهمية الأسئلة أو أهمية الحاجات المطلوبة في الوقت ده. طيب أخيرا الإكزامز هتبقى عاملة زي ما قلنا. الإكزامز هتبقى مترابطة بحيث إن scientific research يخلص هتمتحن الامتحان بتاعك 14/9، وهكذا النانو تكنولوجي 18/9، وهكذا الميني ريفيو 27/9. كل امتحان ليه فرصة أو فرصتين. لو انت مثلا الامتحان الأول كان عندك مشكلة أو حصل ظرف تقدر تمتحن في ميعاد امتحان تاني. والسيرتيفيكيتس 20/9 24/9 30/9 لكل كورس السيرتيفيكيت بتاعته. وأخيرا التشالنج وينرز ده 1/10 للناس اللي هتقدر تاخد الثري كورسز. بعدها الناس اللي هتكسب التشالنج دي هتبدأ على طول معايا 2/10 لمدة شهر للتريتشر ريفيو بروجكت. بس كده دي كل التفاصيل. اتمنى يكون يا رب الفيديو ده غطى كل ال الاسئله اللي ممكن تبقى عندكم. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم.